هذا الطريق اللي صار عليه الحادث اللي توفى فيه أخونا أبو وطن الله يرحمه. هو جاي من طريق بلودان، السيارة مسرعة وداخلي من هذا الطريق. فهذا هو الاستراد، استراد بلودان. هو تفاجأ بهذا الكوع وظلت سهبي معه السيارة. هي أثر السيارة اتجاه أسفل. السيارة ما فيها أي آثار لا أعطال أو حادث قبل حدوث قبل الاصطدام. يعني دواليب السيارة هي نتيجة الحادث اللي صاير. السيارة ظلت تقلب من فوق لهون. انا وصلت بطن. انا عاد وصلت شفت بطن من هون. هذا ابو سلام راح يروي لنا لحظة الوصل اللي عند ابو وطن. احنا كنا معزومين على افطار ببلودان، تمام؟ فطلعنا افطرنا، معنا شاب اسمه فرج الحمادي من ابو ظهور، هو اللي عازمنا. فكنا انا وابو وطن بهاي السياره الفورتي. فقال لي بعد اذنك بس بدي احكي مع ابو وطن بموضوع. قلنا له تكرم. طلعت انا بسياره سبكترا مع شاب من وادي برده. فماشيين سيارتين نحن. الشاب من وادي برده بيعرف الطريق، ماشي يعني انا والشاب من وادي برده ماشيين قدامه وهني ورانا، ماشيين بحدود 90 للمية على الطريق. فانا على الطريق عم بقول له بدي ادق على ابو وطن، كله بس وقف استراحه اخذ قهوه. طلعت على المراي ما طصيت ابو وطن وراي. فقلت له وقف هدي، ابو وطن مو ورانا، السياره ما ورانا، وكان في كان في سير، الطريق شغال بعد الافطار. فطصيت ما لقيته ورانا. قلت له ارجع بارضك للشاب، دور على الاستراد وارجع بارضك لنشوف بجوز مقاطعه من البنزين. فما كان يدور، نزل ما بيمشي معاكس، نزل لاخر الطريق للدوار ولف ورجع. بلفته ورجعته نحن عم نطلع انه امر طبيعي، عم نطلع على يسارنا انه ممكن يكونوا مقطوعين بس نعرف وين هن نلاقيهم. فما سبحان الله ما وجدناهم. فهو عم يدق للشاب اللي اسمه فرج وانا عم بدق على موبايل ابو وطن. بعد اتصال يعني بعد ما دقيت كذا مره، يعني بحدود ربع ساعه وانا عم بدق، يدق ليفصل وارجع دق. رد علي التليفون، فرد علي الشاب اللي اسمه فرج. حكى كلمتين، قال اسعفوني امانه الله، وراح صوته. وين انت؟ وين واقع؟ وين عامل حادث كذا؟ يعني بس حاكيني. قال لي اسعفني، ما بشوف شيء، قلت له بس اوصف لي معالم الطريق. فقال لي ما مبين شيء علي. وهون سمعت عنين انا ابو وطن، قلت له ابو وطن بخير؟ قال لي ما بعرف، بس وصلوا لعنا. رحنا نحن دورنا ورجعنا عم ندور عليهم. فنحن سياره واحده لحالنا، فعم ندور ما مبين، لانه هون في وادي شوفت عينك يعني 3-4 امتار تحت الوادي، فما كانوا مبينين علينا. نزلت فيديو انه يا شباب بس بدنا فرق بحث دفاع مدني يدور معنا، تمام؟ فهون الشاب الثاني اللي اسمه فرج كان في السياره قادر، هلا هو بالمشفى بده عمليه كمان، قدر يطلع من السياره وهي قالبه، طلع على الاستراد. فعلى الاستراد وقفوا له جماعه وحكى معي، اعطاني موقعه. قال لي انا بعد جسر الديماس بشغله 50-60 متر. وصلنا، كانت الناس هون عم بتشيل فرج، يعني اسعفته قدامنا. نزلت انا لهون، لقيت ابو وطن هون بالسياره لسه بعده، وكان عايش. يعني حطيت ايدي هون وعلى قلبه، كان لسه عايش. شلناه فرته مباشر وعلى بيكاب شاص، اسعفناه على مشفى الرازي. طلعت انا معه من ورا بالبيكاب. عند طلعت حسيت انه بنص الطريق باتجاه المشفى انه ابو وطن في ذمه الله، انا لله وانا اليه راجعون. هذا الزلمه كان حلمه كان يقول لي انا لو في شيء بالقران او بالسنه يسمح لي انه موت واقف، انا لموت واقف. والله العظيم اني شلته بالسياره واقف، اقسم بذات الله انه شلته بالسياره على هيئه واقف على اجرين. الحمد لله، الله يرحمه ويجعله من الشهداء، من الذين عاهدوا الله وصدقوا ما عاهدوا عليه. الحمد لله رب العالمين. والله ونعم الخوي، والله 10 سنين والله ونعم الخوي.
الحمد لله رب العالمين. ما علمنا نضعف وننكسر. الحمد لله. الله يعوضه دار احسن من داره، وجيران احسن من جيرانه، واهل احسن من اهله. الحمد لله. الله يجعله من اهل الجنان ان شاء الله. هاي القصة كما حدثت. الله يرحمك ويتقبلك يا أبو وطن، ويجعل منزلتك الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى. حسبي الله ونعم الوكيل، لا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإنا إليه لراجعون. الحمد لله على كل حال.